بعد كده. هو مخاطره للي مش فاهم، لكن اللي فاهم وقادر يتعلم من مكان احترافي كمان، هو ده مش هيبقى بالنسبه له مخاطره. طبعا انا مش هقدر اقول انا متعلمه في اي مجال عشان ما يبقاش في اي مكان، عشان ده ما يبقاش دعايه وكده، لكن الحمد لله لازم فعلا اتعلم من مكان احترافي يقدم لي موثوق فيه جدا. اتعلم تحليل اساسي وتحليل فني، اتعلم اداره مخاطر، اتعلم حاجات كتير جدا. اكيد طبعا. قولي لي، بعد ما انا اتعلمت وابتديت اشتغل وخلاص، هل ده ينفع ان انا يبقى الدخل الثابت بتاعي وابتدي بقى ابعد عن الشغل وابقى حر نفسي، ابقى عن مثلا وظيفه، ابقى ضغط اللود نفسه بتاع المدير، او ان انا خلاص بقى ابقى انا مدير نفسي وابتدي يبقى افتح منه حاجات، او نقدر نحقق من خلالها الحريه الماليه زي ما بيقولوا؟ بالظبط. زي ما استاذه بسمه قالت، لازم الاول اتدرب. بعد ما اتدرب وابقى واثقه جدا ان انا اقدر اعمل نتيجه كويسه، بالفعل اقدر استخدمه كمصدر دخل اساسي بالنسبه لي. اعتمد عليه اعتماد كلي. بس زي ما بقول لك، لازم التدريب ثم التدريب ثم التدريب. في مكان موثوق فيه ومعروف. مكان موثوق فيه ومعروف. تمام. طيب تمام. بالنسبه بقى للفوركس، في ناس كتيره من ناحيه الشرع والدين، هل هو حرام شرعا؟ الفوركس زي المضاربه في البورصه مثلا؟ لا، الفوركس لم يحرم شرعا، لكن في جزء صغير خاص بالتبييت بالسواب. تم تدارك ده في ان لما بنيجي نشتغل وبنعمل حساب بنعمل حساب اسلامي، فتم تدارك ده. تمام. تمام، موثوق فيه تمام الموضوع ده، اللي هي الناحيه الاسلاميه الدينيه. ايوه، عشان في ناس كتيره بتبقى برضو مهتمه قوي بالموضوع ده فعلا يعني كده. طيب تمام، دي حاجه حلوه قوي بجد. طب قولي لي بقى، هو اللي بيسمعنا دلوقتي عاوز يعرف يعني بالبلدي كده انه هل المجال ده فعلا مضمون؟ لانه في حاجات كتير بتظهر جديده بنسمع عنها بتبقى اغلبها مش مظبوطه، فالواحد بيخاف منها. فازاي نقدر نقول له ان لا المجال ده مضمون؟ اقدر اقول المكان مضمون باني ابحث على الانترنت. موقع بلومبرج ده اكبر موقع بيقول لي الاقتصاديات اللي شغاله دلوقتي والمجالات اللي شغاله دلوقتي. اول ما افتح موقع بلومبرج هلاقي مجال الفوركس وتداول العملات بيضخ على مستوى العالم 7.5 تريليون دولار في اليوم. فده معناه ان برنامج اكبر موقع في العالم اتكلم عنه فعلا. فاذا ده مضمون فعلا، اقدر اعتمد عليه واكمل في المجال ده. تمام. واشتغل فيه لوحدي بمفردي، مفيش اي ضغط من اي حد، ولا لازم دايما يبقى فيه ابديت ليا، ولازم اكون دايما مستعد ان انا امتى هبقى خسران وامتى هبقى كسبان؟ لازم دايما طول الوقت اكون قدام الحاجه دي.